القصة اللي غتسمعوا اليوم هي قصة حقيقية لجريمة قتل تعتبر من أغرب الجرائم اللي غتسمعوا، وكتصنف من أكثر القضايا المرعبة في تاريخ ألمانيا. والسبب أن هذه الجريمة وقعت في تاريخ 1922 31 شهر 3، والتحقيق فيها استمر لسنة 2007. يعني التحقيق دام 85 سنة، وحتى واحد ما قدر يفك لغز هذه القضية. علاش وكيفاش؟ تابعوا القصة وغتعرفوا. كيف ما قلت لكم في البداية، نهار 31/3/1922 وبالضبط في مدينة بافاريا الألمانية، 5 أشخاص من عائلة واحدة واللي هي عائلة جروبر والخادمة ديالهم تلقاو مقتولين بوحشية في المزرعة ديالهم، وجثث ديالهم تلقات في الحظيرة ديال المزرعة، أي في الكوري ديال البهايم. دابا باش نفهموا أطوار القضية وكيفاش وشنو وقع، أجي نرجعوا 6 شهور قبل وقوع الجريمة. اللي في هذه الفترة كانت الخادمة ديال عائلة جروبر دائما كتقول لهم باللي كتسمع أصوات غريبة في الدار، بحال دقان في الباب وأصوات ديال المشي في الغرف اللي في الطابق العلوي، ولكن حتى واحد ما كان كيصدقها، وكانوا كيقولوا لها راك غير كتخيلي، ما كاين لا أصوات لا والو، خصوصا أن حتى شي واحد من غيرها في الدار ما كان كيسمع شي حاجة. ولكن السيدة كانت متأكدة من هذا الشيء اللي كتقول، لأنه كان كيتكرر كل نهار وما يمكنش تكون غير كتخيل. داكشي علاش قررت تمشي في حالها وتخلي الخدمة عندهم. من بعد عائلة جروبر بقاو كيقلبوا على خادمة جديدة حتى لقاو وحدة اللي قبلت تخدم معاهم، وكان اليوم اللي جات فيه هو أول يوم وآخر يوم ليها معاهم، لأنه في نفس النهار اللي جات فيه عائلة جروبر بداو كيلاحظوا أشياء غريبة كتوقع في الدار، وهي نفس الأشياء اللي كانت كتعاود لهم عليها الخادمة السابقة. بداو كيسمعوا أصوات ديال المشي في الغرف اللي في الطابق العلوي، مع أنها كانت فارغة ما كان حتى شي حد فيها، وبداو كيسمعوا مرة صوت ديال الدقان في الباب، وملي كيحلوا ما كيلقاو حتى شي واحد. هنا عائلة جروبر تأكدوا من كلام الخادمة، ولكن في نفس الوقت ما عطاوش للأمر أهمية، وقالوا يمكن هادشي راجع للرياح القوية اللي كانت في هذيك الليلة وتساقط الثلوج. واحد الوقيته عائلة جروبر ما كيلقاوش السوارت ديال الدار، غبر ليهم الاثر، بقاو كيقلبوا عليهم في الدار كامله ولكن لا اثر ليهم. فقرر الاب انه يخرج يقلب عليهم في واحد الغرفه مجاوره للدار ديال المزرعه، وهاد الغرفه كانوا بانينها خصيصا للادوات الفلاحيه وادوات البريكولاج. خرج الاب باش يمشي لهذيك الغرفه يقلب، ربما يلقى السوارت تما، وكانت ديك الليلة باردة بزاف والدنيا مغطية بالثلوج، فكيتفاجأ بأثر رجلين جاية من اتجاه الغابة اللي قبالتهم حتى وصلت لباب الدار، ولكن ما كاينش أثر الرجعة. يعني هذا اللي دخل الدار ما عاودش خرج. أندرياس اللي هو الأب دخلو الشك ومشى عند جارو اللي قريب ليه اللي سميتو لورانس، وعاود ليه كل شيء حتى على الخادمة اللي كانت عندهم قبل 6 شهور. لورانس عرض عليه انه يعطيه السلاح اللي عنده باش يحمي راسو وعائلته بين ما بلغ الشرطة، ولكن اندرياس قال ليه لا، رفض وقال ليه ما كاين لاش نكبروا الموضوع، ورجع في حاله. وكانت هذيك اخر مرة شي حد يشوف فيها اندرياس وعائلته، لانهم غيتلقاو كلهم مقتولين من بعد ومليوحين في الكوري. من بعد ما داز 5 ايام على هذيك الليلة، جا واحد الشخص للمزرعة، كان متفق مع عائلة جروبر باش يجي في داك النهار يصلح لهم المولد ديال الكهرباء. الراجل بقى كيدق في الباب وحتى واحد ما حل عليه ولا جاوبه، فاستغرب ملي ما لقى حتى شي واحد في الدار، حيت كانوا عاطينه موعد ومتفقين معاه باش يجي داك الصباح يصلح لهم المولد ديال الكهرباء، فما يمكنش ما يكونوش في الدار. واخا هكاك ما عطاش الامر اهميه، وقرر يمشي يصلح المولد ديال الكهرباء بوحدو، حيت اصلا هو كاين مورا الدار وما محتاج يدخل للدار. المهم مشى السيد صلح الماكينه ديال مولد الكهرباء وقادها، وملي كان راجع في حاله لاحظ باللي كلب مربوط قدام الدار، ولكن ملي كان كيدق تفكر بانه ما كان حتى شي كلب تما، فقال مع راسو يمكن شي حد جا موراه ودخل للدار وربط الكلب تما، فرجع كيدق في الباب مربما يحلوا عليه ويقول لهم بالله راه صلح المولد ديال الكهرباء. ولكن بقى تاني كيدق وحتى شي حد ما جاوبو. فقرر يمشي عند جارهم لورينس لانه كان اقرب واحد ليهم باش يوصيه
ويقول ليه الا شفتي شي حد من موالين الدار ما تنساش تقول لي بان راه جيت وصلحت ليهم مولد الكهرباء. وقبل ما يمشي خبر لورانس بانه لاحظ واحد الحاجه غريبه، بان الكلب ديال عائله جروبر مربوط قدام الدار، وبانه ملي دق عليهم المره الاولى ما كان لا كلب لا حتى شي حاجه، يعني شي حاجه غريبه كتوقع في الدار. لورانس دخلو الشك، خصوصا انه 5 ايام ما شاف حتى شي واحد منهم، من اخر ليله جا عنده الاب وعاود ليه على داكشي اللي وقع في الدار، فقرر يمشي بنفسه ويعرف شنو واقع. وغير قرب للدار كيبان ليه باب الكوري محلول، فقال يمكن شي حد كاين تما ومشى قصد الكوري. وغير قرب كيبانوا ليه 4 ديال الجثث مليوحين ومقتولين بطريقه وحشيه. رجع كيجري للدار باش يشوف واش كاين شي حد تما، دخل كيبان ليه الوضع عادي وكاين اثار باللي شي حد عايش في الدار، العافيه باش كيسخنوا مشعوله وبقايا ديال الماكله فوق الطابله، ولكن الدار خاويه. وغير دخل الغرفه كيلقى جثه الخادمه والطفل الصغير مقتولين. خرج كيجري باش يبلغ البوليس اللي جاو بسرعه، ولقاو قدامهم 6 ديال الجثث مقتولين بطريقه وحشيه ومرميين في الحظيره، والقاتل هنا غير معروف. ومن بعد الفحص ديال الجثث عرفوا بالله عندهم 5 ايام باش مقتولين. الشرطه بداو تحقيقات ديالهم مع الناس اللي قراب للمزرعه، ولكن اغلب الشهادات ديال الجيران كانت كتقول باللي الوضع كان عادي في المزرعه، وانهم ما لاحظوا حتى شي حاجه غريبه. كان الدخان ديال العافيه كيبان ليهم في الدار، والكلب كان دائما مربوط في بلاصتو، والحيوانات ديال المزرعه كانت عندهم الماكله والماء، يعني كان كل شيء كيف ما هو. من بعد ما الشرطة استمعوا لكل شيء، كان أكثر شخص مشتبه به بالنسبة لهم هو الجار لورانس، حيث هو أقرب واحد ليهم وهو اللي بلغ على الجريمة. زاد الشك ديالهم أكثر باللي عرفوا باللي لورانس فايت خطب بنتهم ورفضوه، فممكن يكون هو اللي قتلهم بدافع الانتقام. ولكن ما قدروش يثبتوا عليه التهمة لعدم وجود أدلة، ولأن لورانس عنده شهود باللي هذا الوقت كامل كان في دارو وما خرجش منها. وهكا بقى التحقيق مستمر وما قدروش يوصلوا لحتى شي حاجة، والقاتل ما خلى موراه حتى شي دليل، وبقى الملف مفتوح لمدة 85 سنة حتى 2007 تم غلق الملف وتقيدت القضية ضد مجهول.